تحدثت منذ قليل، قلت أنا فنان أمازيغي ولا يمكن أن أكون غير ذلك. هل يمكن أن نقول أن الهوية دائما حاضرة في أعمالك وفي مسيرتك وفي حياتك كفنان؟ أنا فنان أمازيغي، ولكن يمكن أن أكون أمورا أخرى. أنا أغني بالفرنسية مثلا وأغني بلغات أخرى، ولكنني أولا وقبل كل شيء أنا فنان أمازيغي، وهذا لأنني يجب أن أبقى على قيد الحياة، وهويتي يجب أن تبقى على قيد الحياة، ولهذا الغرض يجب أن أجهد مع آخرين لكي أفرض شرعية هذه الهوية، ولكنني لست أمازيغيا ضد أي شيء. وأنا مرتاح مع سكان الريف أو مع الشلح في المغرب أو في واحة سيوة في مصر أو في ليبيا أو في أماكن أخرى. هذه قصة جميلة، فعندما أقول أفوس هذه الكلمة تعني اليد في المغرب، في أغادير، في الجزائر، في أماكن أخرى. هذه لغة الناس في رقعة شاسعة مع بعض الاختلافات من منطقة إلى أخرى، وهذا الفضاء يغذينا جميعا، ومن الأسف أن نتخلى عنه. على الصعيد الثقافي الأمور السياسية شيء آخر. الهوية ستكون